السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. طبعا أنا اخترت في السلسلة دي سلسلة كتاب المعاصر إن احنا إن شاء الله هنشتغل عليها في اللغة الإنجليزية English. طبعا في الصف الرابع الابتدائي Primary 4 اللي هو المنهج Connect. طبعا المنهج ده فيه كلمات وستراكشر وجرامر وحاجات كتير، فأنا إن شاء الله هشرح من كتاب المعاصر، أحاول أستوفي أهم النقط ونشرح فيها الكلمات بشكل كويس علشان خاطر نفهم أولادنا، ويكون المادة دي أو اللغة الإنجليش بيبقى سهلة وبسيطة إن شاء الله على أولادنا. ويا ريت لو في أي تعليق لحضراتكم تسيبوه لي، وإن شاء الله نقدر نتناقش فيه ونشوف أنسب حل ليه وإزاي نطور ونساعد أولادنا بشكل صحيح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unit 7 Listen 2 الدرس الثاني. A short story about grandpa، يعني قصة قصيرة عن جدي. grandpa جد. language focus اللي هو التركيز اللغوي، يعني هيكون فيه grammar. شوف الكلمات الأول. curious 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 فضولي، محب للاستطلاع، حابب يعرف حاجات كتير فبيسأل كتير. street شارع، street شارع. grass grass اللي هو العشب. metal box صندوق معدني. truck truck شاحنة أو عربية نقل. visitors visitors زوار، جاي من visit يزور. grandpa يعني جد. memory memory ذاكرة أو ذكرى. village AGE منطقة age village قرية. digging حفر digging الحفر. excited excited متحمس. quiet هادئ. right right الاي بعدها جي اتش هنطقها اي، واللي جي اتش ما نطقهاش. right يمين. left يسار شمال. colossi of memnon colossi of memnon تمثال ممنون. road road طريق. space مساحة أو فضاء، حاجة فاضية. short story قصة قصيرة. short story قصة قصيرة. smile smile ابتسامة أو يبتسم. نشوف عندنا الأفعال. زي ما احنا عارفين إن في present مضارع وفي ماضي. طبعا البريزنت في عندنا كلمات أو أفعال تصريفها عشان أجيب منها الماضي بحط لها ed، زي مثلا cross يعبر، crossed عبر بنحط ed. wonder يتساءل، wondered تساءل ed. bury يدفن. هنا بقى bury آخرها واي فأشيل الواي وأحط اي اي دي buried buried. يبقى أنا عشان أجيب الماضي من bury اللي هو يدفن بشيل الواي وأحط اي اي دي. ليه؟ لأن الواي قبلها حرف ساكن. الحروف الساكنة بالنسبة لنا كل الحروف ساكنة ما عدا 5 حروف اللي هم الاي والاي والاي والاو واليو اللي هم الفاول. فهنا حرف الواي قبليه ار مش فاول مش متحرك، فبشيل الواي واحط اي اي دي buried. walk يمشي او يسير ال silent. walked سار او مشي. start يبدأ started بدأ. pull يسحب pulled سحب. طبعا عندنا في هنا افعال irregular يعني غير منتظم، يعني لازم احفظه. يعني في المضارع مثلا عايز اقول يملك فبقول have او has. have مع I we you they فبقول I have you have they have we have. لكن مع he وشي وات بقول he has she has it has معناها يملك. طب في الماضي لو عايز اقول ملك او كان عنده فتبقى had. فهنا ده الفعل غير منتظم يعني شكله اتغير، بدل ما اقول have او has بقول had. انا كان معايا قلم يبقى I had a pen. انا كان معايا قلم had دي في الماضي. sit down يجلس sat down جلس. feel يشعر felt شعر. find يجد found وجد. dig يحفر dug يعني حفر. نشوف عندنا important expressions تعبيرات مهمة. grow up يعني يكبر أو ينمو. from all around the world around الأو اللي بيقول عليها أو.
from من جميع أنحاء العالم، من جميع أنحاء العالم from all around the world. inside the box داخل الصندوق. many years ago من سنين منذ عدة سنين مضت أو من سنين كتيرة فاتت. pull out يسحب. طبعا عارفين ان الجايدن ووردز دي مهمة جدا، بيبقى فيه جمل على بعض الكلمات المهمة في الدرس، فالجمل دي مهمة جدا علشان خاطر دي يعتبر أهم كلمات أو أهم جمل في الدرس ده. We visited the village where my grandpa grew up. احنا زرنا visited ed يبقى زرنا في الماضي the village القرية، the يعني village القرية where حيث my grandpa جدي my grandpa جدي grew up كبر. الجملة الثانية visitors visited grandpa's village in the past. الزائرون visitors زائرون طبعا دي في الكلمات. visited زاروا grandpa's village قرية جدي in the past في الماضي. grandpa played football جدي لعب كرة القدم with his friends in the street مع أصدقائه. his دي عايدة على ملكية الجدي يعني أصحاب جدي أصدقاء جدي. in the street في الشارع ذا يعني grandpa started digging جدي بدأ أو الجد بدأ digging حفر and pulled out واستخرج أو أخرج an old metal box صندوق أو box صندوق معدني قديم. an old metal box صندوق معدني قديم. طبعا دي الكلمات. نشوف دلوقتي الريدنج. طبعا هنا grandpa and his books of memories يعني جد وصندوقه من الذكريات. طبعا هنا بيقول القطعة بتبتدي بتقول look انظر this was my street هذا كان شارعي. يبقى was معناها ايه؟ كان شارعي. grandpa was very excited جد كان very excited مبسوط جدا. very يعني جدا و excited مبسوط يبقى مبسوط جدا. we were in the village احنا كنا في القرية where he grew up حيث هو كبر. it is near the Colossi of Memnon هي كانت بالقرب من تمثال ممنون. it was very quiet when I lived here هي كانت وبيتكلم على الفترة it was very quiet يعني هي كانت القرية كانت هادية جدا. quiet يعني هادئ، فطبعا انا بتكلم على القرية يبقى القرية هادئة جدا. when I lived here لما ويبقى when معناها لما او عندما انا عشت هنا عفوا here هنا معناها هنا. said grandpa الجد قال said يعني قال في الماضي. now دلوقتي there are lots of visitors يوجد الكثير من الكثير من visitors يعني الزوار from all around the world من جميع أنحاء العالم. that's where my friend lived هنا أو هو هذا حيث صاحبي my friend يعني صاحبي lived عاش. we played football on this street احنا لعبنا كورة في الشارع ده on this street. there were no cars then ما كانش هناك لم يكن هناك أي عربيات. there were no لم يكن هناك أي عشان في no يبقى ترجمها لم يكن هناك أي عربيات في الفترة دي. grandpa looked right and left الجد نظر يمينا وشمالا أو يسارا and he crossed the road يعني وهو عدى الطريق. the road had lots of trucks and cars يعني الطريق كان فيه كثير من العربيات النقل والسيارات. and this وده he said الجد قال is where I lived يكون حيث أنا عشت يعني هو بيشاور على المكان وبيقول للمكان ده اللي أنا عشت فيه. we looked at the space احنا بصينا احنا نظرنا إلى look بيجي معاها looked at نظرنا إلى the space الفضاء يعني هنا مكان فاضي. there was no house
there was no نترجمها لم يكن هناك بيت house. There was only grass and one big tree. كان هناك فقط عشب وشجرة كبيرة واحدة. دي طبعا لما ده مش معنى كلمة، ده المصطلح يعني كانوا بيتنفس مثلا. I wonder أنا بتعجب أو أنا بتساءل. It was so many years ago. دي كانت منذ سنين كثيرة مضت. Grandpa looked at the tree. جدي نظر إلى الإيه؟ الشجرة. Grandpa walked to the tree. Grandpa walked to the tree. مشي إلى الشجرة. He looked at the ground. هو نظر إلى الأرض. The ground الأرض. زي ما اتفقنا إن ده يعني ال. Then he started digging. وبعد كده هو بدأ الحفر. He pulled out. هو استخرج. pull out يعني استخرج an old metal box. صندوق معدني قديم. He had a big smile on his face. هو كان عنده ابتسامة كبيرة on his face على face يعني وش، وhis احنا عارفين اللي هي الملكية على وجهه. وطبعا قال look انظر. he said هو قال he was very excited. هو كان مبسوط جدا. we were 8 years old when we buried this. احنا كنا 8 سنين عمرنا، يعني كان 8 سنين when we buried this لما ده احنا دفنا دي اللي هو الايه metal box. let's sit down and look inside the box. يلا let's يعني يلا، let's يعني يلا نلعب يبقى let's play. يلا ناكل let's eat. يلا نقعد let's sit down and look inside the box. يلا نقعد ونشوف او ننظر داخل الايه الصندوق. yes please ايوه من فضلك. I said I am very curious. انا فضولي جدا عايز اعرف. طبعا دي كانت القطعة. نشوف دلوقتي اللانجوج فوكس اللي هو هيتكلم الجرامر يعني الباست سيمبل. نشوف مع بعض الجرامر باست سيمبل. باست سيمبل يعني ماضي بسيط. تعالى كده نشوف الجمل. I play football every Friday. انا بلعب كرة قدم كل يوم جمعة. ادي play يلعب الفعل زي ما هو. طب هنا she usually watches TV in the living room. هي usually عادة watches حطينا es ليه؟ عشان دي she، لان الفعل هنا watch يشاهد. طالما جايه لي كلمة زي usually لازم احط الفعل es مع مين؟ مع he وشي وات. طيب she usually watches TV in the living room. ده كان بنسميه المضارع البسيط present simple. طب انا لو لقيت كلمة من الكلمات دي، والكلمات دي مهمة جدا، اللي هي مثلا in the past في الماضي، كلمة ago منذ، yesterday بالامس، in وبعدها تاريخ بس تاريخ في الماضي يعني في سنة في الماضي، مثلا in 2005 يعني في 2005. وكلمة last يعني اللي فات او الماضي، last year السنة اللي فاتت، last month الشهر اللي فات، last week الاسبوع اللي فات، last Tuesday الثلاث اللي فات. طبعا اول ما الاقي كلمة من الكلمات دي تعالوا نشوف هعمل ايه للفعل. ايه الفعل اللي احنا قايلين عليه؟ زي مثلا play، زي مثلا watch. الفعل ده لو فيه كلمة من دول يا ترى يكون شكله زي ما هو؟ طبعا لا، لان ده بنسميه الماضي البسيط. فطبعا هنا I play، لما هنا خلينا هنا I played وحطيت ed ليه؟ عشان في كلمة yesterday. يبقى انا عندي لما الاقي كلمة زي yesterday مهم جدا جدا ان انا احط للفعل اخليه في الماضي. طبعا حاطين هنا ed ليه؟ عشان في yesterday. يبقى انا عندي الافعال طالما في عندي كلمة من الكلمات دي يبقى لازم اخلي الفعل في الماضي. هنا play يلعب الماضي بتاعها played، فعشان كده مهم جدا ان انا احفظ الفعل وتصريفه، يعني الفعل في المضارع والماضي بتاعه ايه. طب الجملة التانية she watched طبعا اخرها ايه؟ ed ليه بقى؟ عشان في كلمة ايه؟ ago. يبقى انا عندي كلمة ago من الكلمات الدالة على الباست سيمبل يبقى احط للفعل ed. طب لو عايز انفي الجملة، لما اكون عايز اقول انا ما لعبتش مثلا امبارح كورة، فبقول بجيب من عندي didn't والفعل بيكون زي ما هو، والفعل بيكون زي
ما هو. ليه حطيت هنا didn't؟ عشان في كلمة yesterday. She didn't watch TV yesterday. ادي yesterday فحطينا طبعا didn't والفعل زي ما هو. مهم جدا اعرف ان الفعل بيكون زي ما هو بعد didn't. طيب في السؤال بقول did، طالما did هنا لما تيجي في الاول معناها هل. نترجم كده، هل انت لعبت؟ ايه ده؟ طب ازاي لعبت؟ دي play يعني يلعب. تمام، بس علشان خاطر did جات لي في الاول فخلت معنى play يلعب خلتها في الماضي لعبة. هل انت لعبت فوتبول yesterday؟ هل انت لعبت كورة امبارح؟ نشوف مع بعض. طبعا الاجابة yes I did او no I didn't. يبقى تاني نقول تاني did you play football yesterday؟ هل انت لعبت؟ علشان خاطر did معناها هل بتخلي الفعل اللي عندي في الماضي. play يلعب هترجمها انها في الماضي لعبة علشان خاطر did معانا. يبقى did you play football yesterday؟ هل انت لعبت كرة قدم امبارح بالامس؟ طبعا الاجابة yes I did او no I didn't. طيب يبقى انا عندي لما الاقي did يبقى الاجابة yes او no. دي كده قاعدة بالنسبة لنا، الاجابة yes او no. طيب انا لو كتبت yes خلاص كده نحاول نكمل بس يعني ايه. ايوه انا لعبت، نقولها ازاي؟ يبقى yes هنا هجيب الكلمة الاولى والتانية، الكلمتين دول هغير الاول يو هخليها اي، وهجيب اي الاول وبعدين did. يبقى yes I did او no I didn't. لما احط no لازم يكون في did يكون فيها not. no I did not او didn't، لان احنا عندنا ان الاختصار did، عفوا اختصار did not اللي هي اختصارها didn't، فبدل ما اكتب did not بقول didn't هي. طيب النوع الثاني من الاسئله ان انا بقول فين، ماذا، اين، وهكذا. طبعا اللي هو بيبتدي بال WH علشان نسهل على نفسنا. what where when why how دي كلمات ادوات الاستفهام. فهنا where معناها اين. where did she watch TV؟ نترجم كده where يعني اين. طيب did هنا بقى did ملهاش معنى. طب امال احنا كاتبينها ليه؟ كاتبينها علشان خاطر اقول للفعل اللي عندي اللي هو مين؟ watch، علشان اقول اترجمه ان هو في الماضي. يبقى where did she watch TV؟ اين هي اتفرجت شاهدت التلفزيون. ايه ده؟ بس دي watch يعني يشاهد. تمام، بس انا هترجمها شاهد. ليه؟ علشان خاطر did. طبعا الاجابه she watched TV in the living room. هي اتفرجت على التلفزيون في اوضه المعيشه. she watched هي اتفرجت على التلفزيون in في the living room اوضه المعيشه. طبعا عندنا في افعال تانية شكلها بيتغير زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنحط للفعل ed، ادي played watched وهكذا. في افعال تانية شكلها بيتغير خالص زي مثلا drink يشرب الماضي بتاعها drank. دي بنسميها irregular verbs يعني افعال غير منتظمه. طبعا احنا شرحنا بعض الكلمات منها فوق. am و is اللي هي يكون الماضي بتاعها was كان. are يكون were كانوا. have has او have يملك الماضي بتاعها had ملكه. win يكسب او يفوز won يعني كسب او فاز. buy يشتري bought اشترى. go يذهب went ذهب. take يأخذ took أخذ. تعالوا نشوف دلوقتي شوية الأسئلة علشان ازاي نترجم ونعرف نحل عليها بشكل بسيط إن شاء الله. Where did you go yesterday؟ تعالوا نترجم. أين أنت ذهبت؟ زي ما اتفقنا هنا did بنحطها علشان خاطر نقول إن الفعل اللي عندي يكون فين؟ زي ما اتفقنا في الماضي. وفين الفعل go يعني يذهب، هو الفعل، عفوا go هي الفعل. فطبعا نترجم where did you go؟ أين أنت ذهبت yesterday بالأمس. أولا ليه قلنا هنا did؟ علشان خاطر أنا عندي كلمة إيه؟ yesterday. فطبعا لما أجي أقول أنت رحت فين امبارح؟ فأنا بقول أنا رحت كذا، فبقول I went. حولت go لwent. ليه ما قلتش I go؟ لأن احنا عايزين في الماضي عشان في yesterday، واحنا هنا اصلا جبنا جو عشان كانت عندي كلمة did. ما تنساش طالما did يبقى الفعل زي ما هو. طب انا ما عنديش did يبقى اجيب الماضي من go went. I went to the zoo yesterday. انا رحت حديقة الحيوان بالامس. ادي كلمة yesterday يبقى انا محتاج الفعل يكون فين؟ في الماضي اللي هو went.
he took pictures yesterday. هو أخذ صور امبارح، يعني تصور امبارح. he didn't take pictures yesterday. ادي كلمة yesterday، فلازم احط الفعل في الماضي. طب انا بنفيها، بجيب didn't من عندي، بجيب didn't بنفي، يبقى انا بنفي الماضي بايه؟ ب didn't، واللي بعدها ايه؟ الفعل زي ما هو didn't take، لان الماضي من take took. طب انا حطيت didn't، يبقى لازم الفعل يرجع زي ما هو. ما ننساش النقطة دي مهمة جدا. طيب رامي was at the pyramids yesterday. رامي كان في الأهرامات، يعني كان موجود في الأهرامات yesterday. طب عايز انفيها، نشوف بقى دلوقتي was أو were. لما اجي انفيها بحطها تبقى wasn't وانا مغمض. نشوف الجملة التانية. they were at the zoo last week. last هنا في الماضي فحطيتها were عشان دي زي. طبعا الجملة اللي بعدها she wasn't، زي ما قلنا لما اجي انفي was او were حط not بعدها، يعني لم يكن هناك. she wasn't هي ما كانتش هناك. at home ما كانتش في البيت. 2 hours ago منذ ايه؟ ساعتين فاتوا. we weren't at the museum last week. احنا لم نكن في المتحف الاسبوع اللي فات. طب انا عايز اعمل سؤال بوز او where. لو was هقول was she at home yesterday. هل هي كانت؟ هنا بقى دي اختلاف. احنا كنا قايلين ان did معناها هل، بس هل انت لعبت؟ هل انت لعبت الجملة دي؟ هل انت لعبت كورة امبارح؟ لكن هنا مع was نترجمها ازاي؟ هل هي كانت at home في المنزل yesterday امبارح؟ الجملة الثانية were they هل هم كانوا at the zoo last week في حديقة الحيوان الأسبوع اللي فات. طيب شوف الجملة اللي بعدها لما يكون ب WH يعني أداة استفهام. where were your friends أين كانوا your friends أصدقائك. they were in the club هم كانوا في النادي. ده طبعا شرح الاكزامبلز. يا ريت نسمع الأسئلة كويس، نسمع الجمل كويس عشان خاطر نفهم التنس ده كويس جدا. ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية.